بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. موضوعنا اليوم في هذا الفيديو فضل الخشوع. إن الله سبحانه قد امتدح الخاشعين في مواضع كثيرة من كتابه فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الخشوع وبين فضل البكاء من خشية الله فقال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وروي عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وغيرها من الأحاديث كثير. وأصل الخشوع كما قال ابن رجب: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له. والخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب واستحضار عظمة الله وهيبته وجلاله. قال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب، والقلب أمير البدن، فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام. والخشوع يقظة دائمة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته حتى لا يتبلد، وحذر من هواجسه ووسواسه، واحتياط من سهواته وغفلاته خشية أن يزيغ وتعتريه القسوة. والخشوع علم نافع يباشر القلب فيوجب له السكينة والخشية والإخبات والتواضع والانكسار لله، وكل أولئك رشح من قيد الخشوع. والخشوع أول علم يرفع من بين هذه الأمة. روي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وقال حذيفة رضي الله عنه: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع.
ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، والخشوع يحصل بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فإذا أدرك العبد عظمة الله وكبرياءه وقوته سبحانه، واستقرت هذه المعرفة في قلبه، فإن ذلك يظهر عليه في سلوكه وأقواله. والقلوب تتفاوت في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده، واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى، ومراقبته في الحركات والسكنات. ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته. ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه، وهو سبحانه يتقرب ممن يناجيه في الصلاة، كما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار، ويجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم. ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. والخشوع يتأتى للقلب غالبا إذا بذل العبد أسبابه، كما أن القلب يقسو ويغفل إذا ترك أسباب الخشوع. والخشوع يزيد وينقص حسب الأخذ بالأسباب الجالبة له. ومن أقوى أسباب الخشوع الوقوف بين يدي رب العباد، الوقوف الذي يزيد في الخشوع، الذي ما وافق ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.